الزيت اللي انا بستخدمه بتاع 17. اسم العميل ورايح فين ورقم تليفونه ورقم تليفون اللي باعت. السلام عليكم ورحمه الله واخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بتمنى دايما الخير والرزق يا رب. النهارده ان شاء الله هتكون الحلقه مختلفه عشان ننزل اخد صفقه اوردرات كده اروح اوصلها في فيديو صغير. في نفس الوقت وانا بغير زيت حبيت اصورها لكم عشان في ناس كتير بتقول لي تستخدم زيت ايه وبتنزله على كام وازاي بتغير الزيت، فكل ده هعرضه لكم في الفيديو. فيا رب الفيديو يعجبكم. اتمنى بس تعمل لي لايك وتكتب لي كومنت تدعي لي في دعوه حلوه من قلبك. لو انت مش مشترك اشترك. سيبكم تتفرجوا على الفيديو ويلا بينا. تعالوا بقى ننزل نغير زيت، بعد كده نودي الاوردرات ونشوف هنغير زيت ايه. طبعا بقى عايز اقول لكم ان ده اول غيار زيت ليها. ده الزيت اللي انا بستخدمه بتاع 17. دي ان انا بنزل فيها الزيت. شوف بقى الزيت وهو نازل عامل ايه. بصفي ده الاول. طبعا المكنه بارده فلازم نسخنها الاول. بص بقى انا منزلها على كام كيلو، يعني 2000 وحاجات بسيطه. مع بال بقى لما نظبط الزيت بتاعها يكون المكنه سخنت، يعني نفك الجيركن واجيب القمع بتاعي واظبط دنيتي كده، يكون المكنه سخنت شويه عشان ما ينفعش انزل الزيت على موتور بارد، فبسخنه شويه عشان الزيت يجري معايا وينزل بسهوله. وانا بكره القفلات الغبيه دي. اللاكور يقفل تقريطه كده وخلاص خلصت. لو في حاجه وقعت في الزيت بس انا مش عارف ايه هي. بس في الزوجه، بص يعني في الزوجه كبيره اهي، يعني فتحت صباعي اهي في الزوجه كبيره. ده غير الملمس، ما بيتعرفش من الزوجه بس، بيتعرف من الملمس ومن الريحه كمان. يعني ريحته ما تكونش شايطه. طبعا ريحته شايطه دي او مفيش الزيت اللزج ده، انت كده الموتور كده ايه في ذمه الله. ورده. بقول لكم في حاجه دبت. طب يا جدعان عشان انا برضو ايه بعرفكم ان الموضوع مش كيمياء على فكره. والله اول مره انزل طبقه الزيت دي، واول مره يعني البوكسر حتى مختلفه عنها، فالموضوع بسيط يعني. فبرضو قلنا ايه لما تكون بتصفي كده ناخدها شمال ويمين عشان نتاكد ان كل الزيت نزل. شوف نزل تاني قد ايه، كان بينقط اهو مفيش، نزل تاني اهو. الزيت نزل لتر اهو في المقياس بتاع علبة الزيت، هو لتر. ده المقاس بتاع الزيت. طبعا الناس هتقول لي انت بتغير 700 على 2000 كيلو، ده اقل واجب. انا ما بشتريش زيت ب 500 جنيه عشان انزله على 1000 كيلو. يجي واحد يقول لك طب ما ادفع يا عم 10 جنيه ورايح دماغي من القصه دي واخلي الراجل هو اللي يعملها لي. انا لازما اطمن على الزيت بتاعي وهو نازل، ولازم اشوفه ولازم امسكه واحط ايدي عليه. ما تعرفش اعمل زي كده الزيت جديد اهو، حس بملمسه، شوف اللزوجه بتاعته، هتعرف هو نازل عامل ازاي والفرق ما بين الاتنين. انا بحب اتابع المكنه بتاعتي واعرف ملمس الزيت ايه، واعرف انا جيت على الزيت ولا لا ومشيت كام كيلو. مش هقعد اعمل كده قدام الصنايع انا. وبعدين انا بحب امسك الحاجه واقفلها بنفسي. ايدك احسن من ايد غيرك ادام في حاجتك. للمعلومه بقى المكنه ديت بتستخدم 1000 يعني لتر و200 جرام من الزيت. هتيجي تقولي طب ما انت حطيت لتر. انا حطيت لتر بس ما تعملش زيي، اصل انا حاطط زيت تخليقي. لما تحط زيت تخليقي بالكامل حط لتر وما تخافش على ضمانتي. لو فيها نص لتر من الزيت هيشبع لك التروس بتاعتك من اللزوجه. لكن ما تروحش تحط زيت معدني ب 150 جنيه ب 160 جنيه وتقول لي حط لتر. لا يا بيه، هنا ما تعملهاش. ال 200 جرام اللي بيتحطوا دولت عشان تبريد الزيت، الدوره اللي بتلف فيها الزيت بياخد من الموتور حوالي 200 جرام، ولكن الزيت التخليقي بالكامل فيها لزوجه عاليه جدا، فاللتر فيها يقضي الغرض بتاعها. طب يا جدعان كده خلاص المكنه جاهزه. ناخد المكنه ونتكل على الله بقى ونروح نودي الطلبات. واحد عارف بس اطلع غير الاول. يلا بينا. توكلنا على الله.
عندنا طلعة كده سريعة. الحمد لله خلصنا الزيت. عندنا صفقة اوردرات كده هطلع اعملها، المفروض انا اصلا كنت مريح النهارده، وفي عميل كلمني ومعاه اوردرات عايز يوصلها، قلت انزل وناخد الاوردرات ونصور بالمره في الشغل، وفي ناس عايزاني اصور برضه بالليل، في ناس عايزاني اوريهم تغيير الزيت، فانا قلت الم كل حاجه في فيديو كده، اللي عايز حاجه ياخدها بقى من الفيديو. طبعا مفيش نص ساعه وكده كده الليل هيليل علينا يعني. نروح بقى نشوف الاوردرات اللي هناخدها ونشوف عامله معانا كام ونشوف هي رايحه فين. احنا لسه غاسلين المكنه، فبعد اذنكم بلاش طينه. عايزين نتكلم عن حاجات الامان. الموتوسيكل المفروض ان انت تكون ماشي بيها، عشان لا قدر الله المكنه لو عطلت منك ما تتسوحش. ما تقعدش حاطط ايدك على خدك جنب منها، لان الحاجات دي لو مش معاك هتحط ايدك على خدك. بس نستلم الاوردرات الاول. احنا كده وصلنا. بس هنا كده دول كده 4 اوردرات. كده 3 اوردرات. كده استلمنا ال4 اوردرات. 2 رايحين قدام مني بالظبط ب2 كيلو عند كوبري عرابي، واحد عند عميله، والتاني رايح شركه شحن، ده عامل 50 وده عامل 50. ومعايا 2 تانيين رايحين امبابه، واحد رايح عند القوميه وواحد رايح عند بوهي، فالاتنين ده عامل 60 وده عامل 60. الدنيا واقفه ليه؟ ماشي تعالى. انا غالبا العملاء دول اصلا ببقى عارفهم، مفيش بس غير البوي ده تقريبا رحت له مره من زمان فانا مش فاكره اصلا. الله المستعان. طريق برضو لما بتكون انت عارفه وحافظه غير لما بتكون انت مش عارفه. يعني انا بص ما علقتش التليفون على الGPS، انا لسه اول اوردرين كده بالصلاه على النبي، مش محتاج فيهم الGPS، هحتاج بس في بتاع البوهي هو اللي انا معرفوش. القوميه رحت له مرتين 3. ايوه هنا اول اوردر. الله ينور، الله ينور يا باشا. هو ده. ايوه الله يبارك. ايوه اتفضل. ده كده اول اوردر، وده اللي هيروح لمكتب الشحن. مكتب الشحن لازم يكون معاك البيانات كلها بتاعته عشان تقدر توصله. هو في ورقه مكتوب عليها اهو اللي بوصل عليه. دول كام؟ كده بقى احنا كده خلاص سلمنا، خدنا ال50 جنيه بتاعتنا وفلوس العميل. كده بقى توجه لشركة ايرجنت للشحن. شركة ايرجنت دي مش هتتخيلوا والله. بص اخر الشارع اللي هناك ده يمين شركة ايرجنت.
الموضوع كله عمل معايا ايه مصلحه مثلا 100 جنيه في 2 كيلو. انا لما بيجي لي مصلحه زي دي كده على السريع حتى لو يوم اجازتي بخطفها. ليه بقى؟ يا عم بفلوسها هفول التانك بتاعي واظبطه، ولو بقى حاجه يا عم خليها لمصاريفي وانزل بكره بقى اشتغل براحتي. يبقى كده اللي جاي تحس ان اللي جاي لي مثلا بكره ايه يبقى الصافي بتاعي. بص شركه ايرجنت هناك هي اللي عند العربيه العاليه دي. ايه ده بيوزعوا ثلاجات ولا ايه؟ شوف ايه نقلع البتاع عشان في بنات جوه لما نقعد نعمل بلور. في سببنا أدخلنا الدنيا متلونة تدفع ضغط عينا كل الحب ممكنة أبدأ بشهادة اتقن الحب قلبه. ودي كده خلصنا من اول اوردرين ثانيه الا ثانيه. طب الكرتونه دي بقى بدل ما نربطها ونرجع نشيلها نروح بيها كده. الصلاه على النبي. باذن الله مش هياخدوا وقت ويبقى احنا كده انجزنا المصلحه دي. بالنسبه لي ما بسميهاش شغل، بسميها مصلحه لانك ما بتاخدش وقت، ما بترهقش نفسك، ما بترهقش المكنه. الموضوع كله معاك بيبقى ساعه من ساعه لساعتين على حسب. فمش شغل، اسمها مصلحه. رحت قضيت مصلحه وجيت. لو شغل بقى يبقى انت هتكمل بقى. يعني انا مثلا مش هكمل كتير، ممكن اخد واحد ارجع بيه. فهنشوف الدنيا برضو لسه معانا فيها ايه. ومن الحاجات اللي تكون معاك ولازم تكون ماشي فيها وعشان ما تسوحش حاول دايما تمشي بمفتاح بوجيه. لازم يكون معاك، ولازم يكون معاك البوجيه، وخلي معاك دايما قفل جنزير، وخلي معاك حته مفك صغير. والله حاجات مهمه جدا ويعني صغيره بس لازم تكون معاك. وشوف ايه اهم مفتاح في مكانتك وخلي معاك المفتاح دوت. شنطه عدة كده صغيره لازم تكون معاك. مش هقول لك يا عم خلي معاك سلك دبرياج لان احنا ممكن نمشي من غير سلك دبرياج، يعني نقدر نزق نفسنا لحد الميكانيكي. انا عن نفسي بمشي بسلك دبرياج لان كده كده انا اللي بغيره لنفسي، وبغيره لنفسي لو انا عندي في البيت او في المحل. حتى في ناس بتمشي بسلسله فرامل. لا يا عم انا معايا فرامل امامي هقدر برضه اسلك نفسي لحد ما اروح. ما تعطلش وقف، ممكن تيجي في يوم حد لسه طالع الصبح ولا حاجه هتتسوح. دي حاجات صغيره كده لازم تخليها معاك ومش هتخسر. هي معاك كده كده هتحتاجها موجوده ما تحتاجهاش، فما فيش مانع يعني مش هتضرك. برضه في موضوع الزيت اللي انا بغيره دوت انا بستخدم موتيل 700 عشان في ناس كتير بتسالني انت بتستخدم زيت ايه. انا بستخدم موتيل 700. الزيت ده عامل دلوقتي انا لسه شاريه ب 480 جنيه. حاول دايما لو انت هتستخدم زيت زي دوت كل يوم وانت شغال شيلك من 10 ل 15 جنيه. ده مبلغ صغير جدا مش عايز اكبره عليك. حد بقى يا معلم ايه لما يجي ميعاد غيار الزيت بتاعك، واول ما يجي ميعاد غيار الزيت بتاعك هتلاقي نفسك بتحط 100 جنيه 50 جنيه عليها، فتلاقي العمليه بسيطه. برضه احسن ما تيجي في يوم تدفع مره واحده 500 جنيه ولا 480 جنيه، برضه مبلغ يعني. فحاول تخففها على نفسك هتلاقي العمليه معاك بسيطه. هتلاقي نفسك ما بتحسش بال 10 جنيه ولا 15 جنيه انت بتشيلها كل يوم. وفي نفس الوقت لو في اي زياده لما اجي اغير الزيت بتاعي 100 جنيه ولا 50 جنيه مش هتطلعني، وهبقى انا ايه زي الفل مش حاسس بالزيت بتاعي، وفي نفس الوقت استخدم انضف نوع زيت. طب ايه البديل بتاعه؟ البديل بتاعه ريبسول. في اللي هو ريبسول سمارت وفي اللي هو ريسنج. الاثنين يعني بيقولوا عليه تخليه
اللي هو سمارت بيقولوا عليه تخليقي، وفي ناس بتقول لك لا ده شبه تخليقي، بس ده عامل 300 جنيه، والريسنج عامل حوالي 370 360 الكلام ده. وده ممكن يبقى البديل بتاع موتل، بس اعلى واحد بالنسبه لي هو موتل. وانا برضو هجرب المره الجايه هجيب زيت ريبس ريسنج وهنشوف عامل ازاي والفرق ما بين الاثنين، وننزل مثلا الاثنين على 2000 ل 2500 كيلو في الشهر، ونشوف الزيت نازل عامل ازاي. انا عامه بحدد ان انا انزله من 2000 ل 3000 على حسب الجو، على حسب ما انا شغال امتى، بقدر اقيم على مدار الوقت ده. طبعا يميننا هنا الوراق، شمالنا هنا امبابة، اسم امبابة في العمومي، وهنا كده شارع الوحدة امبابة برضه. بص بقى اول اوردر اللي هو بتاع حوالي ربع الشارع كده يمين، والتاني يعتبر جوه شوية على الشمال نفس الشارع. بعد كده ناخد شمال في يمين. أول الشارع محل اسمه طيبة. بحب أحفظ الحاجات اللي بتكون مميزة وأنا داخل على العميل، عشان لما يقول لي أنت فين أقول له أنا أول الشارع عندي محل بتاع منظفات اسمه كذا. يا واد يا لعيب. نقف هنا نتصل بيه. يا باشا عامل ايه؟ خد يا باشا انجوي. 5 انت ليك باقي صح؟ انا كده انت ليك 50 جنيه دول 1000. 1 2 3 4 5 ماشي. ماشي ماشي. وبكده خلصنا الاوردر التالت، فاضل لي اخر اوردر وهو الاوردر الرابع. العميل جنبي بكيلو يعني 4 دقايق. الله المستعان. احكيلكوا بقى عن موضوع شركة الشحن. كده المكنة جابت اخرها في البنزين، ندي الاحتياطي نستناها تجيب اخرها. حطينا بنزين عشان نريح ونستريح. العميل اهو عند بلبن، الشارع اللي هو فيه بلبن دوت. خش الشارع ده جوه يبقى انا كده سلمت الاوردر الرابع. يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا باشا. ايوه ثواني ايوه ثواني. بس نقف هنا كده على جنب. شكلك متضايق مني. اه والله. راجع الحاجه اجيب لك الفلوس على طول. ماشي. تعالى بص انا عندي اه انا عارف البيت تمام. مظبوط. تمام. تسلم لا يا باشا. اتفضل معانا. طيب الله يعزك تسلم كده 5/7. تسلم الله يعزك. تشرب شاي. الله يبارك لك. الله يبارك لك تسلم. كلك ذوق. دقيقتين بس. كلك ذوق والله. مش هنعطلك والله. معلش عندي شغل حقك عليا. انت تسلم يا حبيبي. لا 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 انت تسلم يا غالي. الله يعزك. انت تسلم يا حبيبي. معلش جيب لك مشوار بعيد قوي. لا لا على ايه ولا مشوار بعيد ولا حاجه. شغلنا يا باشا. تسلم الله يعزك. الصحه قوي. الله يعزك. بس انا ما كنتش يعني ايه عايل هم لانك جيت مرتين هنا. لا لا عادي ولا ما ايه. كنتش عايل هم ان شاء الله انك تعرف السكه على طول يعني. لا ما تقلقش تمام. تمر ده حاجه. والبتاع ده هيريحك على طول. جيب لك المكان على طول. تسلم يا حبيبي. السلام عليكم.
والله بص في ناس زي دي كده عملاء كده الواحد بيقابلهم عالم ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لهم في صحتهم والله. تعامل مع ناس محترمه. اخرت بقى على موضوع مكتب الشحن. مكتب الشحن ديت انت بتروح تديله كل البيانات وهو بيكتبها. البيانات دي اللي انت بتكون عارفها او مكتوبه في ورقه زي ما هي كانت معايا كده بالظبط. اسم العميل ورايح فين ورقم تليفونه ورقم تليفون اللي باعت. الشحن عايز تدفعه ماشي، هو هيدفعه هناك ماشي. يعني انا مثلا ما بدفعش فلوس، هم هناك بيدفعوا. تاخد حاجه ورقه كده حمراء اسمها بوليصه. البوليصه ديت اللي بتكون فيها كل البيانات اللي بتثبت اللي انت سلمت اوردر، فبتاخدها تصورها بقى تديها للعميل تديها له، مش مشكله يعني لو بالصوره انجز طبعا يعني. فانا دايما ببعت صوره عن طريق التليفون وخلاص على الواتساب. بس هي دي شركات الشحن. يعني انت لو بتبعت اي حاجه لشركات الشحن هي دي شركات الشحن. طبعا غالبا لو انت هتاخد اوردر رايح شركه شحن حاول تاخد بس ده شويه عشان بتروح ممكن تتعطل، ممكن تلاقي في دور كبير مع اول ما تسلم، على حسب انت ورزقك يعني، وعلى حسب الوقت اللي انت رايح فيه. بس يا سيدي وقلت لها بحبك راحت معيطه. لو وصلت مع لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي. الحمد لله اليوم عدى على خير. اتمنى لو ليك اي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات تحت، تعرفنا برضه على كل الكومنتات. ولو حابب ان انا اعرض لك على اي حاجه ثانيه يا ريت برضه اكتبها لي. ما تنساش يا صديقي تكون دعمتني باللايك، لو انت مش مشترك تكون اشتركت. سيبكم في رعايه الله، بحبكم في الله، يلا سلام.